لو انت شايف ان اللي على الصورة ده لا يمثل ايمانك، فدي مشكلة حاول تراجع فيها الاباء، لان انت حرفيا بتقول ان الله في الصينية وان انت بتاكل الله. القديس بشوي كامل كان بيقول ومسكت الله بيدي واكلته. دي نقطة. لو انت بقى شايف ان ده ايمانك وانت عارف بكده بس زعلان، او لو انت مسلم وشايف ان ده مش حلو، فانا عايز اقول لك ان سيدنا ابراهيم لما كسر الاصنام وحط الفأس اللي كسر به الاصنام على كتف كبير الاصنام دي وقال لهم ان كبيرهم هو اللي كسرهم، هو كده حطوهم قدام مأزقين ملهمش تالت. اما انهم يشهدوا بان ما ينفعش الصنم يكسر الاصنام التانية لان هو صنم وبالتالي طب انتوا بتعبدوه ليه، اما انهم يعتقدوا بان هو فعلا اللي كسرهم وبالتالي خلاص يبقى كده سيدنا ابراهيم بريء من ده. فانا حطيت المسيحيين قدام المأزقين دول. اما تقولوا ان ده الله وان انتوا فعلا بتعبدوه، بتقولوا ان الله في الصينية ودم الله في الكاس زي ما بيقول اباء الكنيسة، اما ترفضوا ده، لان انتوا حرفيا بتقولوا ان المسيح. يوحنا ذهبي الفم كان بيقول الكلام ده، والقديس حبيب جرجس نقل الكلام ده في كتابه اسرار الكنيسه السبعه صفحه 75، ان اللي كانت شايلاه مريم شايله هنا الكاهن في المسبح اللي هو ده. فايه رايكم؟ اهلا بيكم.